حاصر عدد من المواطنين مساء أمس الجمعة لصاً بمنطقة النجمة وسط مدينة طنجة بعدما حاول نشل حقيبة سيدة قبل أن تصطدم دراجته النارية التي يستعملها في السرقة بإحدى السيارات. وحسب أخبار صحفية فإن السيدة ضحية السرقة شرعت في الصراخ بصوت عال مباشرة بعد أن خطف السارق الحقيبة من يدها، الأمر الذي ساهم في عرقلة هروبه من مكان الجريمة. وأضافت ذات المصادر أن دراجة اللص اصطدمت بقوة بإحدى السيارات المارة بالمنطقة، مما سهل مهمة مجموعة من المواطنين الذين استطاعوا إيقافه متلبساً بالسرقة قبل أن يسلموه لإحدى الدوريات الأمنية. هذا وتمت إحالة المتورط في السرقة على تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في المنسوب إليه قبل أن يتم عرضه على أنظار النيابة العامة لتقول كلمة الفصل القانونية في حقه.